أكتوبر، وكذلك يقول لك ما أهمية أنموذج التزكيات، وإذا كان نحن باقي نستناو في الأوامر الترتيبية اللي ليزي قالت أنها باش تصدر في الأيام الأولى من شهر جوان. ناخذ تعليق كيفاش أنت توصف الحي الزمني هذايا للانتخابات. منظمات ومتابعين يوصفوه بالضبابي، خاصة شبكة مراقبون اللي وصفت الظروف المحيطة بالجدول اللي يخص الانتخابات بالضبابية. شوف، للأسف فما كتاب مجموعة نصوص قانونية متعلقة بالمادة الانتخابية كان أصدره سي فاروق بوعسكر وقت اللي كان نائب رئيس الهيئة في 2020. في أحد الأحكام المتعلقة بفقه قضاء المحكمة الإدارية ثم قانون وعلق عليه سي فاروق بيدو اسمه القانون الحاجب، لوا إكران. هذايا يتعلق بأنه لا يمكن بقرار ترتيبي أنه نبدلوا قانون أساسي. شو معناه؟ ثم تراتبية قانونية يجب أن نحترمها، يعني ثم دستور، ثم قانون أساسي، ثم ينجم يكون أمر رئاسي، ينجم يكون قرار ترتيبي. قرار ترتيبي لا يستطيع أن يتجاوز قانونا أساسيا ويضيف شروطا جديدة حتى وإن كانت دستورية. أنا نسأل سؤال واحد آخر، علاش سي فاروق بوعسكر يعطينا في هالتخريجة القانونية هذه وإحنا التخريجة كانت سهلة منذ سنة، منذ أن تعمل لها الدستور الجديد تاع 2022، إما بمبادرة تشريعية من رئيس الجمهورية تتعلق بتغيير ولا بتنقيح القانون الانتخابي فيما يتعلق بشروط الترشح الاثنين اللي حكى عليهم، هذه المسألة الأولى، أو بمبادرة تشريعية من 10 نواب. كنا قبل 10 سنوات كنا نجم نغيروا. لجنة البندقية تحدث على ثلاث مسائل أساسية في علاقة بالزمن الانتخابي وسنة الانتخابات، واللي هي لا يمكن أو تنصح بعدم المساس بهم. المسألة الأولى اللي هي الإدارة الانتخابية، ينصح بعدم مساس الإدارة الانتخابية سنة الانتخابات. المسألة الثانية اللي هي تقسيم الدوائر الانتخابية واللي يسموه بالفرنسي شاركوتاج إلكتورال، يعني ما تنجمش تبدل تقسيم الدوائر الانتخابية زمن الانتخابات. والمسألة الثالثة هي شروط الترشح، لأنه دائما في الثلاثة المسائل هذه نتحدثوا على السباق الانتخابي في زمن الانتخابات، يعني وكأنه نحب نغيروا قواعد نتاع اللعبة في زمن اللعبة، كأني نحب نغيروا قواعد ماتش كورة وقت الماتش كورة في الميطان. اليوم الزوز شروط اللي تحدث عليهم سي فاروق كيك سوا يتعلقوا بالسن، نتفق معها شروط دستوريه. ما ضروا مجلس نواب الشعب في 10 نواب انهم يعملون مبادره تشريعيه يغيروها. علاش هالاصرار الشديد على هذايا؟ تحدث على التزكيات، ثم مساله راهو اخرى اليوم فيها نقاش وفيها جدل فيما يتعلق بالتزكيات. اليوم القانون الانتخابي ونجم نرجع له فصل 4 جديد نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا للمستقل الانتخابات عدد 18 سنة 2019 مؤرخ في 14 جان في 2019. تشترط تزكية المترشح من 10 أعضاء من مجلس نواب الشعب أو 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو 10,000 ناخب مرسم في سجل الناخبين موزعين على الأقل 10 دوائر انتخابية. راهو معنا إشكال اليوم في هالمادة الانتخابية هذه. اليوم إذا تحكي على مجلس نواب الشعب راهو نتحدثوا على مجلس نواب الشعب، ماناش نحكيوا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما يتحدث الستليلي المنصري. هذه من ناحية. من ناحية ثانية وقت اللي نتحدثوا على الجماعات المحلية المنتخبة، نعم يمكن اعتبار المجالس المحلية اليوم هي مجالس محلية منتخبة ويمكن لهم التزكية، لكن ثم مسألة معناها تقنية اليوم. كيفاش باش هال40 هذوما كيفاش باش يكونوا ال40 من دوائر انتخابيه من ولايات معينين ولا يلزم يكونوا متفرقين؟ هالشرط هذايا وهالمسائل التقنيه هذه يجب ان تتوضح. مساله ثانيه، مساله ثالثه او باش نرجع علاش ماهوش الغرفه الثانيه ماهيش لا تعتبر مجلس نواب الشعب؟ لانه هنا وقت نتحدثوا على مجلس نواب الشعب نتحدثوا على ناس منتخبين مباشره، سوفراج يونيفرسال. ماناش نتحدثوا الناس هذوما منتخبين صحيح، لكن ما وصلوا للغرفة الثانية، وصلوا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن طريق قرعة ومن ثم عن طريق يعني انتخابات معناها جروند زيليكتور انتخابات داخلية. فلهنا لا يمكن أن نتحدث عليهم. الشروط راهو لا يمكن بأي حالة من الأحوال إلا أن تمر عبر الزوز آليات اللي حكيت عليهم، يا إما مبادرة تشريعية من رئيس الجمهورية أو من 10 نواب داخل مجلس نواب الشعب. واضح. نمر لك انت مباشره سي مصطفى، وخاصه انك في اخر تصريحاتك اعتبرت انه فما انحدار نعيش